السلام عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي يكون الفيديو الاول في واحد البلاي ليست اللي متعلقه بكره القدم. ما كنتش كنهضر على الكره حاليا، دابا طاحت في بالي فكره، بغيت ندير واحد البلاي ليست متعلقه بكاس افريقيا 2025 بالامور اللي كتتعلق بالمنتخب المغربي. وهذا الفيديو بطبيعه الحال غادي يكون هو اول فيديو في هذا البلاي ليست. من وراها غادي تشوفوا فيديوهات اخرين ان شاء الله غادي تكون متعلقه بكاس افريقيا 2025 بالمنتخب المغربي. وهذه الرحله ديال كاس افريقيا 2025 اللي غتكون في المغرب غادي نساليوها بفيديوهات اللي عباره عن فلوغات اللي غادي نصورهم في الماتشات اللي غادي يلعبوهم المغرب ان شاء الله. قبل ما ندخلوا في الموضوع اللي غادي تكونوا شفتوه في العنوان ديال قرعه كاس افريقيا 2025، عندي واحد الكلام اللي بغيت نبارطاجيه معكم. الجينيراسيون ديالنا حنا التسعينات وحتى الثمانينات، ربما حتى السبعينات، حيت السبعينات ممكن يكونوا هما عاشوا اهم لحظه في التاريخ تاع المغرب اللي هي فاش دا كاس افريقيا الوحيد اللي كاين عندنا. اما حنا كيف ما قلت لكم الناس ديال الثمانينات والتسعينات عشنا جوج اللحظات اللي زوينين مع المنتخب المغربي، اللي انا صراحه ما كنعتبرهمش انجاز، حيت بالنسبه لي انا الانجازات هما الالقاب. اما هذوك غير لحظات اللي كانوا فيهم واحد المشاعر اللي زوينه وخيبه امل، داكشي مخلط ما بين مشاعر زوينه ومشاعر قاصحه. هاد جوج لحظات هما فاش وصلنا لنهائي كاس افريقيا 2004 ضد تونس، بين قوسين مره اخرى كنكررها اللي ما كنعتبروش انجاز. الانجاز هو تاخذ اللقب. واللحظه الثانيه فاش وصلنا لنصف نهائي كاس العالم بقطر، حتى هو اللي حاجه اللي زوينه بزاف باش وصل لنصف نهائي كاس العالم، راه ماشي سهله. غير هنا عندي واحد الانتقاد للناس، حيت كنشوف بزاف البرامج متعلقه بكره القدم خصوصا بالمنتخب المغربي باقين عايشين على دوك الاطلال ديال حنا منتخب قادرين نديروا اي حاجه حيتاش وصلنا لنصف نهائي كاس العالم. راه وصلنا لنصف نهائي كاس العالم وتقصينا بطريقه اللي خايبه بزاف في كاس افريقيا كوت ديفوار، وبلا ما نبقاو نقولوا حكا والواد راه الجو، راه الرطوبه، راه الرطوبه على كل شيء. حيت راه كاينين منتخبات افريقيه اللي اللاعبين ديالها الاكثريه فيهم الا ما كانوش كاملين محترفين في اوروبا، وكاين فيهم اصلا اللي مشى صغير لاوروبا، وكاين فيهم اللي تزاد في اوروبا، غير هو اختار يمثل البلاد ديالو كيف ما بزاف اللاعبين في المنتخب ديالنا، ومع ذلك ما تيقولوش راه الرطوبه. المهم غير هذه النقطه صراحه ما كرهتش انا لاي واحد كيشجع المنتخب المغربي تانستالا ليه في العقل ديالو هذه المساله ديال راه كاس العالم المنظم بقطر، داكشي راه فات صافي مشى. دابا حنا في 2025 اللي في النهايه ديال هذه السنه غادي يكون كاس افريقيا، راه ما كاينينش نفس المعايير، ماشي نفس اللاعبين، ولو انها نفس المدرب، حتى الطريقه تاع اللعب ضروري خصها تكون مختلفه. المهم باش ما نهربش على السياق تاع الفيديو وندخل في هذا الموضوع، نساليو هذا الشيء هنا، ما نبقاوش مركزين، ما نبقاوش في اي لحظه نجبدوا حكا راه درنا انجاز كبير في مونديال قطر. صافي راه سالينا مشى مونديال قطر، دابا حنا في حاجه جديده. دابا الاخوان غادي ندخلوا في صلب الموضوع بخصوص قرعه كاس افريقيا 2025. المهم غير قبل ما نبداو بغيت نطلب منكم واحد الطلب، ما كرهتش الا كان هذا الفيديو اول مره غادي يطلع ليك، مرحبا بك في قناه الياس توكس. ضربت الله في القناه الا كان عاجبك المحتوى، خلي لي اشتراك وفعل الجرس باش يبقى يوصلك اي جديد ان شاء الله. وحتى الناس اللي كانوا مشتركين في القناه وكتشوفوا هذا الفيديو في الاخير ملي سالي الفيديو ان شاء الله خلي واحد اللايك وخلي لي التعليق ديالك او التساؤل ديالك. القرعه كل واحد فينا وكيفاش جاتو. انا صراحه عجبتني القرعه حيتاش جاو فيها مجموعات اللي زوينه، مجموعات فيهم نديه وغادي يعطيونا ماتشات اللي غادي يكونوا زوينين. المجموعه الاولى فيها المنتخب المغربي ومالي وزامبيا وجزر القمر، مجموعه اللي ماشي سهله، وكنتمنى من اننا كمغاربه ما نحقروا حتى شي منتخب من هاد المنتخبات، راه منتخبات اللي صعيبه وما سهلاش. العامل اللي تيبقى عندنا زوين هو العامل تاع الارض والجمهور، ولكن خصنا نستغلوهم بطريقه اللي زوينه، ما غاديش يكون واحد الضغط اللي غادي يكون سلبي. وبغض النظر على الضغط السلبي فراه عندنا حظوظ كبيره باش غادي ندوزو دور 16. بخصوص المجموعه الثانيه غادي تكون الاهلي وسان داونز، عفوا بغيت نقول مصر وجنوب افريقيا وانغولا وزيمبابوي. هذه المجموعه غادي تعطينا ماتشات زوينين وغادي يكونوا ماتشات صعاب، غير هو النسبه اكثر على حسب ما كيبان مصر وجنوب افريقيا بكل صراحه، ولكن في نفس الوقت راه ماشي حقرت المنتخبات الاخرين، غير هو بنسبه كبيره غادي يكون واحد الصراع كبير على المركز الاول ما بين مصر وجنوب افريقيا. بخصوص المجموعه الثالثه كاينه نيجيريا، تونس، اوغندا وتنزانيا. واحد الحاجه اللي لاحظتها في المجموعه هو انهم عندهم عنصر المفاجاه. ممكن هاد المنتخبات تقول عليهم منتخبات اللي سهله، ولكن في الاخير غادي يصدمك، ومزيان هاد المنتخبات بحال هكا يطيحوا مع بعضياتهم. وفي المجموعه الرابعه كاينه السنغال،
الكونغو الديمقراطيه، البنين وبوتسوانا. هاد المجموعه تيبان لي صراحه سينيغال غادي تعدى عليهم وغادي تدوز هي الاولى، يبقى الصراع على المركز الثاني. المجموعه الخامسه كاينه الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائيه والسودان. فهاد المجموعه كيبان لي غتكون نديه كبيره ما بين الجزائر وبوركينا فاسو والسودان. واش غادي يخليو الجزائر دوز وتكون هي الاولى وتكون متصدره المجموعه، او لا ممكن يكون العكس تماما. واخيرا المجموعه السادسه غادي تكون كوت ديفوار والكاميرون والغابون وموزامبيق. هنا بدون لغه خشب بكل صراحه كتبان لي الكوت ديفوار والكاميرون. كاين فيكم اللي غادي يقول لي لا راك نسيتي الغابون، راه منتخب اللي ما غاديش يكون سهل. متفق معاك، منتخب اللي ما غاديش يكون سهل، ولكن راه صعيب بزاف باش الغابون غادي تدوز من واحد المجموعه فيها الكاميرون والكوت ديفوار. حتى هنا كما كتشوفوا معنا هادو هما المجموعات بسته اللي كاينين. شارك معايا في التعليق بالنسبه لك شنو هي المجموعه اللي شفتيها صعيبه بزاف، وشكون هي المجموعه اللي كتبان لك سهله. عطيوني الاراء ديالكم. بالنسبه لي انا صراحه كتبان لي المجموعه الاصعب هي اللي فيها المغرب، بدون عاطفه ماشي حيتاش مغربي، كتبان لي المغرب وزامبيا ومالي وجزر القمر. نقدر نحط بالجانب ديالها المجموعه ديال الجزائر وبوركينا فاسو وغينيا الاستوائيه والسودان، حتى هي مجموعه اللي صعيبه. ولكن بالنسبه لي اسهل مجموعه اللي هي المجموعه اللي كاينه فيها السنغال، اللي كيف ما قلت لكم غادي تعدى عليهم، اللي معاها الكونغو الديمقراطيه والبنين وبوتسوانا. كيف ما لاحظتوا معنا خوتي هادو هما المجموعات اللي كاينين. دابا غادي ندوزو نناقش معكم شنو هو نظام التاهل. كاين فيكم اللي عارف نظام التاهل كيفاش داير، ربما الفيديو يكون طالع الناس ما عارفينش، اول مره غيكتشفوا مثلا هذا العالم تاع كره القدم، كلشي ممكن، اولا ناس صغار دراري صغار مازال ما عارفينش. ناقشوا هذه المساله ديال نظام التاهل كيفاش غادي يكون. هاد المجموعات بسته، مثلا المجموعه فيها 4 المنتخبات، جوج منتخبات اللي غادي يجيو الاولين في الترتيب غادي يدوزوا لدور 16، وهذوك المنتخبات الاخرين اللي غادي يجيو هما الثالثين في كل مجموعه غادي يدوزوا منهم احسن 4 منتخبات اللي غادي يكونوا هما الافضل من ناحيه ديال التنقيط، والاخرين اللي بقاو غادي يتقصاو. الاغلبيه تاع الناس اللي كيتفرجوا في هذا الفيديو حاليا دابا كنهضر على الاغلبيه، ما عشناش ديك اللحظه ديال المنتخب المغربي يكون هو الفائز بلقب كاس افريقيا، حيت بالنسبه لي انا هذا هو الانجاز. الا خيرتيني نكونوا في نصف نهائي كاس العالم وما نديوش اللقب، ولكن نكونوا ولا النهائي كاع، تخيرني ما بين النهائي ديال كاس العالم ونديو اللقب ديال كاس افريقيا، شنو غادي تفضل؟ غادي نقول لك اعطيني اللقب ديال كاس افريقيا وخلي عندك انت النهائي ديال كاس العالم، حيتاش كلشي بقى على اللقب. اللي كيدي اللقب هو اللي تيبقى في التاريخ، ماشي الوصيف، ماشي الثالث وماشي الرابع. اللقب الوحيد اللي عند المنتخب المغربي من 1976. دابا جات الوقت وفرصه كبيره عند المنتخب المغربي اللي في الارض ديالو وفي وسط الجمهور ديالو باش نديو هذا اللقب ان شاء الله. حتى هنا الاخوان سالينا الفيديو ديالنا. معكم الياس تولكس، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، عندي بزاف الامور باقي بغيت نشاركها بخصوص هذا الموضوع ديال كاس افريقيا 2025، ولكن غادي نخليها لفيديوهات اخرين باش ما يجيكمش هذا الفيديو طويل بزاف. دير سبسكرايب، فعل الجرس وترقب الجديد، وتبارك الله عليكم.